ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهاردة هنتكلم عن الشهيدة العظيمة أجنس، وهي من أشهر شهيدات روما. ومعنى أجنس يعني حمل. اتولدت أجنس في روما وكانت جميلة جدا وغنية، وكان عندها 13 سنة، لكن من حبها لبابا يسوع رفضت ان هي تتجوز خالص، وتقدم لها ناس كتير ومنهم ابن حاكم مدينة روما، وهي رفضته وقالت له لا، أنا مش هينفع أتجوزك، أنا مخطوبة لعريسي السماوي. وطبعا ده بابا يسوع يا أصحابي. لكن ابن الحاكم ما فهمش كده وزعل جدا إن هي رفضته، وعلى طول مرض وتعب قوي، وباباه قلق عليه وما كانش عارف إيه سبب مرضه. ولما عرف إيه سبب مرضه على طول استدعى القديسة أجنس وخلاها تروح القصر. وفضل الحاكم يقنع أجنس إن هي تتجوز ابنه، وقال لها ليه رفضتيه؟ ده غني وهيعيشك عيشة حلوة خالص. قالت له لأ، أنا مرتبطة بعريسي السماوي وأنا مش هتجوز أي حد. وعلى طول الحاكم غضب جدا وأمر إن هم يسحبوا أجنس بالقوة علشان تسجد للأوثان وتنكر إيمانها. بس هي ما عملتش كده، وكانت بترشم نفسها بعلامة الصليب قدام كل الناس، وكانت شجاعة جدا. والحاكم يا أصحابي عذبها عذابات كتيرة، لكن برضو هي كانت رافضة إنها تنكر إيمانها ببابا يسوع. وقرر الحاكم يضايقها شوية وبعتها لمكان وحش في ناس ما يعرفوش بابا يسوع. وأول ما دخلت المكان ده يا أصحابي على طول رشمت الصليب وقالت أرجوك ساعدني يا ربي وما تسيبنيش. وبعد كده الأمير ابن الحاكم جاب أصحاب وحشين معاه ودخلوا عشان يضايقوا القديسة أجنس، لكن هي على طول قالت أرجوك يا رب ساعدني. وبابا يسوع بعت ملاكه في الحال. حصلت حاجة يا أصحابي غريبة خالص، إن هما ما أذوهاش، بالعكس ده في واحد منهم إيده اتشلت وبقاش قادر يحركها، وفي واحد اتعمى ومبقاش عارف يشوف، وواحد منهم كان بيترجى القديسة أجنس وقال لها أرجوك يا قديسة خلي إلهك يشفي أصحابي اللي حصل فيهم كده. وفعلا هي صلت علشانهم وبقوا كويسين، وكلهم مجدوا اسم بابا يسوع. وبعد كده يا أصحابي الحاكم حس بفشل إنه مبقاش عارف يخلي أجنس تقتنع إن هي تنكر إيمانها، فأمر بقطع راسها. واستشهدت القديسة أجنس وأخدت أكاليل الشهادة. يا ريت كلنا يا أصحابي نتعلم من الشهيدة أجنس إننا دايما ما نخافش ونمسك أكتر في بابا يسوع وهو هيكون معانا. الآية كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الشاهد رسالة بطرس الأولى 1:16. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.